السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة ام ادم الطبخ. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضنا الشوكولات اللي غادي يكون منزلي وبطريقه سهله ومبسطه، اللي كيجي زوين بزاف لدهن الخبز لفطور الصباح او للكوتي في العشيه. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنا كاس من السكر، هنايا كاس من السكر الناعم يعني سكر كلاصي، وعندك نص كاس ما عامرش ديال الشوكولاط، كاكاو المر، ولكن هو كيكون بني ماشي داك الكاكاو اللي كيكون كحل. عندي كاس من الحليب بارد، عندي كاس من الزيت، رشه من الملح، عندي معلقه صغيره من البندق الا ما توفرش كديروا النكهه ديال البندق. عندي هنا 6 قطعات من الشوكولاط غادي نديرهم يذوبوا على حمام مريم. الشوكولاط هنا ما كيكونش عندي عامر. بسم الله. غادي ناخذ الخلاط ديال العصير. باش غادي نحضروا هاد المكونات هادو. غادي نديروا هاد الشوكولاط يذوب على حمام ماري باش يذوب لنا مزيان. بسم الله. غادي نتسناو عليه حتى كيذوب. غادي نديروا السكر، غادي نديروا الشوكولاط ديالنا، غادي نديروا هاد الكاس د الحليب، غادي نديروا رشه من الملح، غادي نديروا معلقه صغيره ديال البندق، والزيت غادي نخليو حنا كنطربو، حنا كنضيفو الزيت شويه بشويه على ما يذوب لنا داك الشوكولاط. صافي من بعد ما ذوبنا دوك القطع ديال الشوكولاط غادي نديروهم في الخلاط على ديك المكونات الاخرين بحال هذا الشكل. وغادي نبقى نقرب هذا الشيء وانا كنزيد الزيت غير بشويه بشويه بالتدريج، يعني ما كنديروش خطره، كندير قطره بقطره وانا كنطرب. صافي من بعد ما ساليتها كتجي على هذا الشكل هذا، وملي كتخليوها في الثلاجه راه كتزيد تعقد على هذا الشيء هذا. انا ما خليتهاش مع التصوير مع كذا، ما خليتهاش في الثلاجه. كتصلح للدهن د الخبز للصباح او للكوتي بالعشيه. وصفه زوينه ناجحه، نتمنى لكم تجربوها ان شاء الله بحول الله، وشهيه طيبه للجميع.